اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض، تقدري تقولي فطار او غدا او عشاء، مش هيكلفك 10 جنيه. الفول بالطماطم هنعمله بطريقه سهله جدا بجد. يعني انت مثلا وراكي مشغوله ومش فاضيه تعملي اكل، ممكن تعملي الاكله ديت. لو انت خلاص فلستي ومعكيش فلوس ممكن تعمليه. وكمان انا هعمله بفول كنت مفرزاه عندي في الفريزر، كنت عاملاه معاكم قبل كده. بس يا ريت طبعا لو اول مره تشوفوا القناه، يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتشجعوني كده وتعملوا لايك وشير لاصحابكم. اول حاجه هنقطع بصلتين حلوين كده، هو تقطيعه صغيره. وبعد كده هنجيب صينيه يكون فيها طبعا اي ماده دهنيه، معلقه سمنه معلقتين زيت، وهننزل بالبصل الحلو اللي احنا قطعناه دوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم دوت انا كنت بعمل تجهيزات في المطبخ. لو انتم متابعيني على قناه ياسمين مصر تابعوني. كنت بجدد حاجات في المطبخ وما كنتش فاضيه خالص اقف اعمل اكل، فقلت اعمل لهم حاجه على السريع ومنها كمان حاجه اقتصاديه. احمر البصل بقى تحميره حلوه كده. وانت لما بتقفي تعملي اكل يا ريت تعملي الاكل بحب. يعني تعملي تكوني واقفه كده بتحبي الاكله اللي انت بتعمليها، وبتحبي الناس اللي انت بتقدمي لهم الاكل. هحمر البصلايه، وبعد كده وانا بحمر البصلايه كمان هقطع الثوم وهحمره معاه. بس يكون يعني البصله دبلت شويه، هحط عليها الثوم بقى كده في النص في مكان الزيت، وهحمره معاكم بالشكل دوت. هنحمر البصل كويس والثوم كويس، وبعد كده هننزل بقى بقرن فلفل حراق، فلفل اخضر. هنحمر كل دوت برضو مع بعض. بعد كده واحنا بنحمر هننزل كمان بطماطم، وهنحمر كل ده وتسيبي الخلطه ديت تتسبك معاكي، البصل والفلفل والطماطم. اكنك بتعملي تسبيكه بالظبط. وعلى فكرة التسبيكة ديت تنفع للطبيخ، تنفع للشكشوكة اللي هو بالبيض، وتنفع للفول بالقوطة. كان عندي في الفريزر كده زي ما قلت لكم الفول كنت مفرزاه معاكم، وكان متجمد وانا كنت مستعجلة فقلت واحط عليه كوباية مية كده او نص كوباية مية، وعشان الصينية بتاعتي متتحرقش والفول كمان يفك معايا. وهديت النار خالص على الاخر لغاية ما الفول بتاعي فك خالص. بعد كده ممكن تحطي له عصرة ليمونة، ممكن تحطي له معلقتين طحينه، هنحط مع بعض بقى الملح وفلفل كمون كزبره. وطبعا احنا حطينا معلقه زيت، وحطينا كمان معلقتين معلقه سمنه ومعلقه زيت. هقلب كل دوت مع بعضه. لو حسيتي ان الفول تقيل شويه ممكن تحطي له معلقتين ميه، لو حسيتي ان الفول خفيف ممكن تحطي له معلقه طحينه. وهقدمهم بقى جنب مخلل جنب سلطه. مفيش ولا مخلل ولا سلطه، قطع طماطم كده هو زي ما انا عملت، وحط عليها كده حبه فلفل وشطه وملح وحبه معلقه خل جنب العيش البلدي. أكلة حلوة جدا كلها بروتين طبعا للناس، بالنسبة للناس اللي بتروح الجيم وتلعب رياضة. وممكن تنفع فطار غدا، ممكن تنفع أكل بالليل. بحبكم جدا لله في الله. ولو انتم مش متابعيني على قناة ياسمين مصري يا ريت تتابعوني. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.